ممتاز. طبعا ان شاء الله. تمام. برافو عليك. عاش يا كابتني. عشت يا كوتش. مع كامل الاحترام، ولكن هي العاش اللي في نهايه الفيديو ديت على ايه بالظبط؟ يعني انا احب اوجه رساله للمدرب اللي بيمرن في مكان كبير جدا يعتبر براند. في نفس الوقت عشان تشتغل في المكان ده انت لازم تكون شخص دارس وفاهم وبتخش في اختبارات كبيره جدا الا ما رحم ربي، واحنا عارفين الدنيا بتمشي ازاي. ولكن دلوقتي انا حابب افهم هل التمرين ده فوائده ايه؟ يعني التمرين ده عاش للتمرين ده عشان ايه بالظبط؟ انا نفسي افهم الحته دي. فخلينا نتكلم دلوقتي في تحليل التمرين. لو جينا حللنا التمرين وشفنا البو بوزيشن، الكوع او حركه الكوع صفر اداء، الكتف صفر اداء، الفور رينج اوف موشن او المدى الحركي صفر تحت الصفر اداء، الاصابات او توقع الاصابات وتجنب الاصابات 150% ممكن يحصل اصابه. فالتمرين ده حبيت ابص له من الناحيه الثانيه او من الفئه الثانيه. بارشال سيت لا خالص، البارشال سيت بتكون من تحت لفوق زي ما روني كولمان بيلعبها. مش شايف اي فايده للتمرين غير ان هو تمرين ايجو ليفتنج واستعراض، ملوش اي علاقه بالتمرين نهائيا. فلو انت هتعمل التمرين ده او هتتمرن نفس الاداء ده، احب اقول لك اسبوع بالظبط وهتلاقي كتفك مخلوع، يا اما عندك تمزق في الكتف هيقعد معاك من سنه ل10 سنين. والله مش بأوفر. تعال نشوف الاداء الصحيح مع بعض وازاي تتمرن دمبل انكلاين بنش بريس باداء صحيح وتجنب الاخطاء وفقا للتشريح والعلم. ونرجع نقول كلمتين مهمين جدا لما الفنان شاف الفيديو حب يوصل لكم الرساله ديت. تمرين الانكلاين دمبل بنش بريس واحد من احسن التمارين لما يتعلق الامر بالبناء العضلي وضخامه الصدر العالي. في الفيديو ده هنشرح الاداء الصحيح بدايه من الاناتومي والبايوميكانيك، علم التشريح وعلم الحركه، وتجنب الاخطاء من اول ما تمسك الدمبل لحد ما تخلص. عايزك تصلي على النبي ونبدا بالتشريح. عضلات الصدر مكونه من عضلتين مهمين جدا. اول عضله معايا وهي العضله الكبرى بيكتالس ميجر، تمتد من تحت الابط الى الكولر بون والى اسفل الصدر مرورا باللور تشيست الى عظمه الاسترنيوم تشيست بون. عضله الصدر الكبرى بنقسمها لحاجه اسمها كلافيكولار هيد وهي الجزء العالي من الصدر المتصل بعظمه الكلافيكال بون، والجزء الثاني هو سترنوكوستال المتصل بعظمه الاسترنوم تشيست، الجزء الثالث وهو ابدومينال هيد والمتصل باسفل القفص الصدري اللي هو ريب كيج. الصدر كله وتر عضله الصدر كلها متصله بعظمه الذراع وهي هيومرس بون. بعد كده نخش على العضله المهمه جدا وهي بيكتالس ماينور، عضله الصدر الصغرى على شكل مثلث بتمتد من تحت الابط مرورا بالاضلاع العلويه للقفص الصدري 3RD و4TH و5TH مع كاركويد بروسيس اوف ذا سكاب. نخش بقى على المين فانكشن او حركات الصدر المهمه جدا عشان نحدد التمرين بتاعنا بيها. اول حركه معايا و internal adduction، تاني حركه معايا وهي horizontal adduction، تالت حركه closer to the midline of the body of sagittal plane، اخر حاجه معايا وهو rotation of the arm. طب ليه بنحدد الكلام ده؟ عشان تبقى فاهم التمرين بطريقه صحيحه ونتبع الفايبرز وفقا للابحاث واخر دراسات انك تروح مع الفايبرز بتاع العضله. go with the fiber my friend. التمرين بتاعنا بيستهدف الابر تشيست او زي ما قلت لك في التشريح clavicular head، وعلشان كده نبدا باول حاجه وهي زاويه البنش زي ما عودتك. نبدا بزاويه البنج ونقول في دراسه سنه 2020 بدا يقيسوا فعاليه البنج على الصدر العالي من زاويه 15 30 45 و60، فكانت افضل زاويه من 30 ل 45. اعلى من كده بيشغل الكتف اكتر من الصدر العالي. بعد بتشيل الدمبل بلاش وانت قاعد علشان ده غلط على ظهرك خصوصا لو وزن تقيل، فقوم وشيل الدمبل من على الارض وكيب ذا رايت بوستشر. بعد كده هنبدا تعمل السكابولا بالشكل ده زي ما عودتك في كل تمارين الصدر. هتضم السكابولا لورا وبعدين تنزلها لتحت وتنام على البنج بالشكل ده. بعد كده تخلي الكوع بتاعك سلايد بند، يعني ما تخلوش مفروض للاخر او متني قوي. بعد كده وانت نازل بلاش تنزل في النص كده عشان النص عدة ديت مش هتفرق معاك وملهاش اي لازمه. فحاول تجيب المدى الحركي كامل، لو الوزن تقيل خف وبلاش الايجو ليفت. ما تنزلش للاخر قوي خالص زي ما اشوف معظم الناس هي بتحاول تجيب المدى الحركي كامل وتعمل حاجه اسمها ماكسيمم ستريتش. فبلاش تعمل ده عشان انت بتدخل كتفك في مرحله اسمها دينجرس زون ممكن يؤدي للاصابه. ومع الوقت خلي بالك بلاش تنزل للاخر اكتر من اللازم. بعد كده تركايه من عندي، اعمل 3 ثواني باوز، يعني وقف الدمبل بتاعك 3 ثواني علشان ده بيفيدك جدا وبيخلي فيه ماكسمايز للعضله. بعد كده خلي الكوع بتاعك تاجد يعني قريب من جسمك زاويه 45 علشان تقدر تحافظ على المدى الحركي الكامل وتقدر تستهدف عضله الصدر. وكمان الوضع ده امن جدا للكتف اكتر من الناس اللي هي بتخلي كوعها لبره، فده بيأذي مفصل الكتف. فبلاش تعمل الحركه ديت وخلي الكوع بتاعك تاجد. علشان كده دايما بفضل الدمبل لانك بتقدر تعمل الحركه دي رقم 1. تاني حاجه ان انت بتقدر تنفذ هورزونتال موف، ان انت بتقدر تضم الدمبل، ودي حركه مهمه جدا زي ما شرحتها لك في اول الفيديو. قلت لك ان من اول الحركات بتاعه الصدر هي هورزونتال موف، بتقدر تعمل الحركه دي بالدمبل
الدمبل عكس البار. فعشان كده دايما بقولك ان الدمبل احسن من البار، لانك بتقدر تعمل حاجات مهمه جدا مش هتقدر تعملها بالبار. بعد كده تريكات بسرعه كده، بلاش تخبط الدمبل في بعض، بلاش تتني الساعد لورا، وبلاش وانت طالع تحرك كتفك وتزق بكتفك عشان ده بيؤدي لاصابه. واهم حاجه وانت نازل حط الدمبل على رجلك وقوم اقف ونزل الدمبل، ما تحطش الدمبل وانت قاعد على البنش عشان بيؤدي لاصابه لاسفل الظهر. أنا بشكركم جدا إنكم موجودين معانا. مش بحاول أقول لكم إننا لازم ناخد قرار مصيري، قرار البلد محتاجاه. القرار المهم اللي المفروض هيتاخده هو اننا بنحارب الفيديوهات اللي شبه ديت، الفيديوهات اللي هي ملهاش علاقه بالتدريب ولا لها علاقه بالبناء العضلي ولا لها علاقه اصلا بالجيم. فاهم ودارس ويمرن حد مشهور جدا ممكن يتسبب له في اصابه توقفه عن الشغل او العمل اللي بيعمله، او اصابه تخليه ما يتمرنش جيم اساسا. او اي حد بيتفرج على الفيديو ده وشايف ان الناس ديت قدوه ليه فيبدا يتمرن زيهم فيحصل له اصابه، يقعد 10 سنين في البيت عنده ديسلوكيشن او عنده تمزق في الاربطه. الرساله هنا هي محاربة الفيديوهات الغشيمة والتدريب بعدم احترافية وفقا للتشريح وعلم الحركة والأداء الصحيح وتجنب الأخطاء. وأهم حاجة من اللي أنا بقول عليها إن المدى الحركي، طول ما فيش مدى حركي يبقى أنت بلح، بتتمرن بلح، تمرينك بلح، أدائك بلح. هيجي واحد محنك ويقول لي طب ما ياسر عامل فورمه جامده قوي اهوت وعامل شغل حلو. هو مش بيتمرن كده، الفيديو ده للشو، وانا محاربه الفيديوهات ديت للشو، ان انت ما تنزلش حاجه للشو وفي نفس الوقت تاذي بيها غيرك ويفكر انك بتتمرن التمرين ده وبتعمل قوه عضليه وضخامه عضليه بالتمارين دي. بالعكس التمرين ده هو اللي ظاهر قدامك، ولكن عشان توصل لشيب كويس لازم تتمرن باداء كويس واحترافيه كويسه وتحافظ على مدى وطول وقتك في الجيم، وده انك تتجنب الاصابات، لانك لو اتصبت هترجع تعيد من الاول تاني. الفكره من الفيديوهات ديت هي حمايه الشخص اللي مش فاهم وهيروح يقلد التمارين والفيديوهات اللي شبه ديت ويحصل له اصابه. سلام.